خلينا نشوف النهارده الصحف أهم منشطاتها الرئيسية إيه ونقرأ مع حضراتكم بعض العناوين. خلينا نبدأ بالأهرام. رئيس يتقدم الجنازة العسكرية لأحمد زويل، اتصالات دولية لتمويل إنشاء جامعة العالم راحل والانتهاء من 80% من مشروع المدينة. المؤشرات الأولية للمرحلة الثانية للتنسيق، ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات العلمي والأدبي. في اجتماع مجلس الوزراء، انتهاء مشروعات تطوير وتدعيم شبكة نقل الكهرباء منتصف 2017. شريف يصدر قرار بتولي وزارة الصحة تنفيذ الخطة القومية للمسح الشامل لفيروس سي. ارتفاع فيضان النيل بعد عام من الجفاف. في الأخبار، وصول 418 قطعة أثرية للمتحف الكبير. 17% زيادة في أسعار حج الجمعيات، و23 أغسطس أولى رحلات الداخلية مد موعد استخراج الفيش للحجاج حتى الخميس القادم. 3 وزراء يطلقون بوابة مصر السياحية ب14 لغة. النائب العام يأمر بضبط وإحضار المتلاعبين في توريد القمح. المتهمون زوروا أوراقا رسمية للاستيلاء على 533 مليون جنيه من المال العام. أما في المصري اليوم، 63 ألف وحدة سكنية لأهالي 351 منطقة عشوائية ب9 مليارات جنيه. اليوم، إمبراطور اليابان يلقي كلمة للأمة وتوقعات بتنازله عن العرش لنجله. الإحصاء، منظومة التموين حمت 4.6% من المواطنين من الفقر. الأوقاف تحصر الزوايا لمنع إقامة صلاة الجمعة فيها. أما في الوطن، الثقافة افتتاح 3 من 7 مسارح مغلقة بالقاهرة والإسكندرية. الخارجية، نتابع اختطاف 23 مصريا في ليبيا. النواب، تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 12%. إيني ظهر سيكفي مصر ذاتيا ويجعلها مصدرا لأمن أوروبا. في الوفد، فيضانات السودان تغرق 13 ولاية وتقتل وتشرد الآلاف. والدولار يتراجع إلى 12 جنيه و15 قرش بالصرافة. مخطط إسرائيلي لضم الأقصى إلى وزارة الأديان. في الشروق، الفيروسات الكبدية عقار هرفني في مراكز الكبد خلال شهر. النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون مجلس الدولة ويحدد 50 جنيه للرسم الإضافي للدعاوى والطاعون. عبد العال يحيل مشروعي قانوني بناء وترميم الكنائس للجنة مشتركة من 8 لجان. إعداد تشريع لمنح التنمية الصناعية سلطة تخصيص الأراضي للمشروعات. روزا اليوسف، بدء التنسيق بجامعة الأزهر، التعليم بحث تظلمات المتضررين من قرار إلغاء امتحانات الثانوية. الإحصاء، 61 مليون دولار فاتورة استيراد التبغ في 4 شهور. البيئة، لمسؤولي العائمات المخالفة لا مفر من الإصحاح البيئي.